تعرف ايه عن عالم الجن والاشباح غير ان هي مخلوقات خلقها ربنا وعايشة ما بيننا؟ لكنك تعرف ان اكتر شيء ممكن يزعجهم ان حد يقتحم عالمهم او المكان اللي بتسكنه؟ وفي الحالة دي لازم تعرفوا ان الخسائر هتكون كبيرة، يعني ممكن تخسر عقلك، او حتى ممكن يكون حظك سيء وتخسر حياتك كلها. اما قصة النهاردة فبتحكي عن فتاة شابة جميلة جدا اسمها ليلى. كان شعرها اسود جميل وعيونها زمردية، وكانت بتعيش حياة هادية بين اهلها وسط زمايلها في المدرسة. وفي يوم من الايام بيوصل لليلى خبر سيء جدا بيزعجها، وهو وفاة اعز صديقة ليها واللي بيكون اسمها سميرة. وخبر وفاتها بيكون مفاجأة وصدمة لليلى، بيخليها تعيش فترة كبيرة في حزن وحزن على وفاة صديقتها، لكن كان لازم الحياة تستمر. وبعد فترة رجعت ليلى تاني تعيش حياتها بطريقة طبيعية، لكن بدأت تحس إن في شيء غريب بيتحرك حواليها وبيراقبها في كل مكان. والشيء ده ما كانش شيء مرئي لليلى، لكنها كانت حاسة بيه حواليها، وكانت بتشوف خيالات بتتحرك من حواليها في كل مكان. وفي يوم بالليل كانت ليلى قاعدة بتذاكر في أوضتها، وكان الجو هادي والصمت بيعم المكان. وفجأة بدأت ليلى تحس بإن جسمها كله بدأ يقشعر، وإن في حاجة غريبة بتحصل حواليها، وبدأت تسمع أصوات مرعبة بره الأوضة. وفجأة بتظهر سميرة صديقة ليلى اللي ماتت، وبتلاقيها واقفة قدامها. ومن الصدمة بتتسمر سميرة في مكانها والرعب ماليها، وجسمها بيترعش ومش قادرة تنطق ولا كلمة. وبتبدأ سميرة تتكلم بصوت هادي ومرعب، وبتقول لليلى: ساعديني ساعديني، روحي متعلقة وأنا عايزة منك المساعدة، ساعديني. وفي الوقت ده بتكون لسه ليلى ما زالت واقفة مرعوبة ومش قادرة إنها تتحرك من مكانها وبتنطقش ولا كلمة. وبتكمل سميرة كلامها، وبتعرف ليلى إنها لازم تروح لبيت مهجور وتدور على مفتاح، هو ده اللي هيساعدها ويخلص روحها. وقبل ما ليلى تنطق بكلمة بتختفي سميرة، وكل شيء بيرجع طبيعي من تاني، والهدوء بيرجع يعم المكان. وبعد ما بتهدى ليلى من الصدمة بتقعد تفكر في كلام سميرة، وبتكون خايفة جدا، لكن في نفس الوقت دي كانت أعز صاحبة ليها وما تقدرش إنها تتخلى عن مساعدتها. وهنا بتقرر ليلى إنها تروح للبيت المهجور اللي قالت لها عليه سميرة علشان تدور على المفتاح. بتجهز ليلى نفسها وبتتسحب من غير ما أهلها يحسوا بيها وبتنزل. وبعد وقت بتوصل ليلى لمنطقة مقطوعة، وبتلاقي البيت المقصود، وبيكون شكل البيت مهجور من فترة طويلة وضلمة وشكله مرعب. لكن بتجمد ليلى قلبها وبتقرر إنها تدخل للبيت، وبتقرب من الباب وبتزقه اللي بيكون مفتوح، وبتبدأ تمشي في طرقة ضلمة واللي بيكون في نهايتها سلم بتطلع عليه. وبتكون ليلى حاسة إن في شيء حواليها لكنها مش شايفاه. رغم إنها بتكون مرعوبة لكنها بتقرر إنها تكمل الطريق. وفي نهاية السلم بتوصل ليلى للدور التاني، واللي بتلاقي فيه طرقة طويلة تانية وضلمة مش باين منها غير أوضة في نهايتها بيكون منور فيها لمبة ضوءها ضعيف جدا. وأول ما بتوصل ليلى لباب الأوضة بتحس إنها أوضة ملعونة وفيها خيالات أشباح في كل مكان. وبتلاحظ إن في صندوق موجود في نص الأوضة، وبتقرب منه ليلى وهي مرعوبة. لكن كل ما كانت ليلى بتقرب أكتر بتحس إن في أشباح بتزيد حواليها، وفي قوة غريبة بتحاول إنها تمنعها تقرب من الصندوق. لكن بتستجمع ليلى كل قوتها لحد ما بتقدر إنها توصل وتفتح باب الصندوق، وبتلاقي المفتاح اللي قالت لها عليه سميرة. وبتخطف ليلى المفتاح بسرعة وبتخرج بره الأوضة، وبتجري في الطرق الضلمة في اتجاه السلم. وبتحس ليلى إن الدنيا وراها هاجت وإن في شيء بيطاردها، وبتنجح إنها توصل للسلم وبتنزل بسرعة للدور الأرضي. لكن فجأة بتفتح طاقة نور في الحيطة، وبتظهر سميرة جواها، وبتمد ايديها لليلى تطلب المفتاح. تديهولها ليلى، وبتبتسم سميرة لليلى ابتسامة شكر من غير ما بتنطق بولا كلمة. بعدها بتختفي طاقة النور اللي ظهرت في الجدار ومعاها سميرة، وما بتلحقش ليلى تنطق كلمة ولا تفهم من سميرة أي حاجة. بعدها بترجع للبيت وبتدخل أوضتها،
وبتقعد تفكر، بتحاول إنها تفهم أي شيء عن اللي حصل، لكن بتفشل ليلى إنها تلاقي أي تفسير. بس اللي بتكون متأكدة منه إنها قدرت تساعد صديقة عمرها اللي ماتت. وبيغلب ليلى النوم، ولما بيطلع النهار بتقرر ليلى إنها تكمل حياتها بطريقة طبيعية، لكنها دايما ما كانتش بتنسى سميرة صديقة عمرها، وكانت بتروح باستمرار تزور قبرها. ولحد هنا بتنتهي قصة الصداقة والشجاعة، ونشوفكم في قصة جديدة.